اللاجئين. نعيش اليوم في 20/6 اليوم العالمي للاجئين الذي أقرته الأمم المتحدة في ديسمبر عام 2000، وتم الاحتفال به رسميا لأول مرة في 20 من الشهر السادس عام 2001. حددت الأمم المتحدة شعار هذا العام ليوم اللاجئ العالمي: معا نتعافى نتعلم ونتألق، ويلقي الشعار الضوء على الجائحة التي أودت بحياة الملايين من البشر حول العالم، حيث كان اللاجئون الذين يتجاوز عددهم أكثر من 70 مليونا جزءا منهم. إن الأمم المتحدة بتحديدها لهذا اليوم وكذلك الدول الموقعة على الاتفاقيات الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، حيث تعمل على مساعدة اللاجئ في النجاح وليس النجاة من الحرب والأزمات فقط. لقد كانت الأزمة والحرب الدائرة في سوريا منذ عام 2011 وإلى الآن، والتي أدت إلى فرار الملايين من مدنهم ومنازلهم الأشد وطأة وتأثيرا خلال ال10 سنوات التي مضت. وهذا ما أكده السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، حيث قال إن الأزمة السورية ليست الأسوأ إنسانيا، بل هي الأكثر خطورة، إضافة إلى مخاطر امتداداتها وآثارها السلبية إلى الدول المنطقة كلها، حيث تؤكد الإحصائيات أن عدد السوريين اللاجئين إلى دول الجوار ما يقارب 7 ملايين شخص، 75% منهم من النساء والأطفال. إن 1.1 مليون شخص عبروا الحدود الدولية إلى بلدان أوروبا، وأكثر من 7 ملايين نازح داخلي إلى مناطق أخرى داخل وطنهم. وقدرت أنجلينا جولي المبعوثة الخاصة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن نصف سكان سوريا أصبحوا خارج منازلهم في مخيمات اللجوء أو حتى دون مأوى يأويهم، كما أصبحوا عرضة لمخاطر صحية واجتماعية ونفسية أدت إلى فقدان الكثير منهم لحياتهم، خاصة الأطفال منهم والنساء. عشرات المخيمات السورية تأوي الآلاف من النازحين قسرا من منازلهم ومدنهم، ويعيشون أسوأ الظروف المعيشية. وإن كان باستطاعتنا إحصاء عدد اللاجئين والنازحين، فإننا نعجز عن وصف معاناتهم ومأساتهم، حيث لا تتوافر لديهم أدنى مستويات العيش الكريم، ويعانون من الفقر والمرض وشح المياه والطعام، ومن أبسط الحقوق التي كفلتها لهم مواثيق والقوانين الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1967، حيث أقرت بحقوق اللاجئ في السكن والتعليم والعمل والحصول على ما يمنح في مجال الإغاثة والمساعدة العامة، إضافة إلى العديد من الحقوق الأخرى. إننا من هنا ومن هذا المكان نرفع صوتنا عاليا ليصل إلى الجهات المعنية من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بشؤون اللاجئين، وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والأمم المتحدة، أن تقوم بمسؤولياتها، وخاصة في شمال وشرق سوريا بسبب الحصار المفروض عليها، وأن تضع حدا لمعاناتهم ومآسيهم. كما نناشد جميع منظمات المجتمع المدني تقديم يد العون والمساعدة للحد من هذه المعاناة. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا، منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة، منظمة حقوق الإنسان في الفرات، لجنة حقوق الإنسان في منبج، لجنة حقوق الإنسان في دير الزور، وقفة المرأة الحرية سوريا.